هنعمل كفتة الحاتي في البيت بطريقة سهلة وبسيطة، كل المكونات فريش. أنا قناة أكلات ووصفات. شيروا الفيديوهات، وعايزين لايكات وعايزين تعليقات علشان خاطر قناتي تكبر بيكم. بحبكم في الله. معايا بصلتين 2 كبار للكيلو اللحمة، قطعتهم عملتهم في الكبة، وفلفل أخضر وفلفل أحمر وفلفل أصفر عملتهم في الكبة، كل دول وراس توم متوسطة للي بيحب التوم. هصفيهم من الميه علشان الميه دي اللي هتفك الكفته منك، فاحنا مش عايزين الكفته تفك منها، هنصفي الميه، هنستخدم الميه واحنا بنصبع الكفته. وبعد كده هحط كل المكونات دي مع اللحمه، وهدخلهم مع بعض، الانسجه تتدخل مع بعضها. هحط الكفته دي ترتاح ساعه في التلاجة علشان خاطر تسقع وتعرفي تصبعاها حلو ما تفكش منك. انت بتجيبها من الجزار تفرميها وش واحد بس، دهون 20%. لو انت عندك حتة ليا موجودة او شوية دهون من اللي احنا مسيحينهم في العيد، حطوهم عليها بيخلي طعمها حلو. شوية كزبرة مع عود شبت، الورق بس، وقطعيه صغير علشان خاطر ما يبقاش باين في الكفتة. شوية فلفل اسود وشوية ملح، احنا بنكترش التوابل علشان خاطر ما نغيرش طعم الاكل. هدخلهم مع بعض كده واحطهم في التلاجة. بعد كده هجيب بصل هقطعه جوانح، وبطاطس هقطعها طرنشات، وفلفل اخضر، وزي ما انت عايزه. هو عندك جزر، عندك اي حاجه، كل ده هنستخدمه فرش للكفته. بتاكلي بيه، بتغمسي بيه، هتعملي في السندوتشات، هتاكلي بها الرز براحتك. معايا شويه زيت، وهحط البصل اللي أنا مقطعه جوانح زي الكميه اللي انت عايزاها، يدبل بس كده، واحط معاه البطاطس، كل ده يتشوح مع بعضه مع الفلفل، مع لو فصين توم وشويه طماطم طرنشات، كل ده يتشوح مع بعضه. وهغطي عليه شويه واسيبه، شويه فلفل اسود وشويه ملح. وبعد كده هجيبه هفضي في الصينيه اللي انا هحط فيها، هفرشه مع شويه الصلصه، احطهم عليهم، ورقه اللورة وفصين حبهان بيخلي طعمه حلو وريحته حلوه. وبعد كده هصبع الكفتة. معايا المية اللي بتاعت البصل اللي احنا مخرجينها من البصل اللي احنا عاملينه، وشوية زيت عليهم، شوية فلفل اسود، لو معلقة صلصة عايزة تحطها عليها براحتك. هتصبع على اي معلقة، على اي حاجة هتصبعها كده براحتك زي ما انت عايزة. مولعة الفرن، اول ما تغلي وطي عليها وغطيها، هي تستوي براحتها. مش عندكش فرن هتحطها على البوتاجاز، انت وراحتك، كل واحد وزي ما بيعمل في بيته. انت كفايه انك بتعملي حاجه ببيتك لاولادك، ضامنه جودتها وضامنه نظافتها. الملح ما تكتريش الملح، اهم حاجه، علشان خاطر العادي الحادق ما بيتدواش، انما العادي بيتدوى. تزوديه شويه ملح انت براحتك. شويه رز بشعريه، هتاخدي الكفته او عيش هتحطي فيه الكفته. ده كان فيديو النهارده، واشوفكم فيديو جديد.